هي مشكلة بين الجماهير والشعب وبين من يتمترس وراء الدستور العراقي. يعني في حين انه الذين يتمترسون وراء الدستور العراقي هم اشخاص او هم لا يطبقون الدستور اصلا، هم يتخلفون عن الدستور او يخالفون الدستور. هاي مثلا نقطة. والنقطة الثانية السؤال يعني انه المشكلة الاداء الحكومي، هل هي يعني مشكلة قانون ودستور أم أن هناك يعني أسباب أخرى مثلا الاحتلال؟ فإذا كان الاحتلال مثلا في حال فرض أنه الاحتلال هو السبب في تردي الأداء الحكومي والسياسة الموجودة في العراق، ألا يجدر بالشعب العراقي مثلا أنه أو حتى أنه الجهات السياسية المدافعة عن الشعب العراقي أن تثقف أو تدفع بالتثقيف لأن الاحتلال هو ما وراء المشاكل الموجودة في العراق، ويجب أن يكون التظاهر أولا وبالذات يعني ضد الاحتلال، يعني إخراج الاحتلال أولا ليكون هناك إصلاح في الدستور العراقي والعملية السياسية برمتها.